حكاية الحب وانا داخل عليكم كده وحاسس اني بحبكم، افتكرت اول حب في حياتي. كان عندي 10 سنين، كنت بتألم وأعيط بجد. بحكي لكم حكاية حقيقية. كانت بنت الجيران في حتتنا في عابدين، كان شارع عريض شوية، فالعلاقة اللي بينا بلكونة وبلكونة ومسافة كبيرة بينا. كل اللي بنقدر نعمله ان هي تبقى واقفه في البلكونه واطلع اقف في البلكونه بصلها وهي بصالي، بس مفيش اي كلام حوار ولا كلام ولا اسمع صوتها ولا عارف صوتها ولا هي عارفه صوتي، انما معتبرها دي بتاعتي، بحبها. مره كنت واقف في البلكونه لقيتها واقفه كده، كانوا حفروا يعني في الشارع بتاعنا حفره كبيره قوي 4 متر عرض في 4 متر عمق، وحاطين لوح لطزانه كده 40 سنتي عشان الناس تعدي عليه. ففوجئت بيها مبهوره في البلكونه وعماله تسقف وياي وبص في الشاي. فبصيت لقيت راجل بتاع عيش ماسك الطاوله بتاعت العيش وماسك الجدون راكب عجله وعدى على ال4 متر دول ببراعه، فهي انبهرت. انا غيرت بجد، وانا طفل غيرت وحسيت ان الولد ده يعني خطفها مني. فقلت لازم ابهرها، لازم اعمل اللي عمله الراجل ده. ايه يعني ايه المشكله؟ هاجر عجله. وفعلا نزلت اجرت عجله وقلت بقى انا مش هشيل طاوله ولا حاجه، ده انا ماسك الجدون بايديا الاتنين. كان عندنا قبل الشارع كده في ضحضيره تعمل اندفاع واطلع اعدي على اللوح ده. ابهرتها، حبتني. كنت واخد الاستعداد، قلت يا رب بس في مشكله، يا رب تبقى واقف في البلكونه، يا رب تبقى واقف في البلكونه. عمال ادعي ربنا يا رب تشوفني يا رب تشوفني. كنت واخد الاندفاع وجيت اعدي على اللوح ده بعد متر، هم 4 متر، بعد متر لقيت نفسي نازل ال4 متر بتاعها. طبعا ال4 متر مشوار صغير بس بالنسبه لي وقتها كان طويل جدا. عمال اقول يا رب ما تشوفني يا رب ما تشوفني يا رب ما تشوفني. وصلت طبعا، خرشمت. العجله عموما بتبقى مدوره، بقت سمبوكسه. كل اللي بفكر فيه انها ما تبقاش واقفه في البلكونه، يا رب ما تبقى واقفه في البلكونه. فببص بطرف عيني وانا في الحفره تحت لقيتها عامله كده بشفقه، غاظتني اكتر لانها كانت معجبه بالولد بتاع العيش. انا بتشفق عليا فاتضايقت زياده. طبعا اهل الحته بقى اللي على القهوه بتاع جري ونزلوا الحته بتاعه طلعوني. انا متخرشم بس عمال مبين ان انا يعني فيتنس مفيش حاجه، وانا عمال اتقلب. ببص لها كده لقيت الشفقه زادت، لقيت العجلاتي بتاع الحته جايه لي حاجه ظرفه يعني. فقال لي ايه اللي معديك على لوح الخشب ده؟ وطخ قلم قاسي. انا خدت القلم، ربنا ياخدها يا ربنا ياخدها يا رب ما تشوفها. وانتهت قصه الحب عند كده، ما شفتهاش بعد كده.